وبعد تقهقر البرتغاليين في معركة وادي المخازن، بنى السعديون حصن النصر في العرائش ليكون للمدينة درع يحميها. هذا الحصن المعروف محليا ببرج اللقلاق يئن اليوم في صمت، أغلق لسنوات قصد الترميم دون أن يتم الأمر. ولأن يتحقق ذلك، معرض للصور الفوتوغرافية التاريخية زينت فضاءاته. روبورتاج فؤاد العزوزي ودريس الكوان. هو ده أول حصن بني بعد الانتصار الكبير في معركة وادي المخازن بمدينة العرائش في القرن السادس عشر ميلادي، فسمي بحصن النصر تيمنا بالنصر وهزيمة البرتغاليين، واليوم يطلق عليه العرائشيون اسم برج اللقلاق. حصن أو برج ظل دوما شاهدا على أحد أكبر الانتصارات المغربية أمام الغزو الأوروبي. حصن النصر من الحصون التي كانت في تلك الفترة مفخرة التحصينات العسكرية المغربية، حتى أن العديد من المؤرخين وخصوصا المؤرخ البلاط السعدي أبو فارس عبد العزيز الفشتالي مجد بهذا الحصن ووصفه بأنه من الحصول منقطعة النظير في المعمور. لكن الحصن الذي بناه السلطان أحمد المنصور الذهبي ولى عصره الذهبي، ويحتاج اليوم إلى مشروع عاجل لترميم بنايته الداخلية وجدرانه التي أكل عليها الزمن والإهمال. صراحة هو من فترة هو مجمد طبعا، لأنه هو في أمس الحاجة لأنه يترمم. شي مشروع قريب؟ أعتقد أن هناك إمكانية بمن التضافر ديال المجهود ديال مجموعة ديال الجهات وعلى رأسها وزارة الثقافة. وأخيرا وبعد نحو 10 سنوات من الإغلاق، فتح حصن النصر لاستقبال معرض يحمل اسم معرض الذاكرة الفوتوغرافية التاريخية لمدينة العرائش. هنا تمكن العرائشيون من اكتشاف تاريخ مدينتهم العريق. بالنسبة لنا احنا واحد الحدث اللي هو مميز، بحيث أننا شفنا التاريخ ديالنا وشفنا يعني العراقة ديال مدينتنا في هذا المعرض. كنشوفوا راسنا في هذا المعرض، كنشوفوا يعني تاريخنا. مآثر مدينة العرائش التاريخية صراحة هي مآثر مهملة وكلنا يعرف ذلك، ولكن هذه المبادرة تنم على أن شيء ما سيتغير في المستقبل إن شاء الله. مبادرة لاقت الترحيب بعرض صور قديمة في هذا الفضاء التاريخي المتميز، صور لحقب تاريخية تشهد بتاريخ العرائش الغني الذي تعاقبت عليه حضارات عدة، فينيقيا وقرطاجيا ورومانيا وأمازيغيا وإسلامية.